تخيلوا يا جيل التيك توك اخوك الصغير ترزعوا شلوت التكنولوجيا من حجر الصوان الذكاء الاصطناعي. فاكر اول تليفون كانوا بيشيلوه بشنطة؟ دلوقتي تليفونك انحف من عقلك لما تشوف اسعاره. يا ترى بدأت ازاي؟ دي القصة بدأت زمان جدا لما كان الانسان بيتعب بس عشان يحاول يتصل بحد او عشان يقلب القناة. تخيلوا يا جيل التيك توك زمان ما كانش فيه ريموت، والله ده كان فيه اخوك الصغير ترزعه شلوت يقوم قلب لك على القناة الاولى. والكسل هو واحد من الاسباب اللي خلتنا نوصل للتطور اللي احنا فيه دلوقتي. ده زمان لما ظهر الراديو كنا بنتلم حواليه ولا كأنه نتفليكس زمان. السبعينات والثمانينات لما ظهر الكاسيت ومع شوية كسل كده اتطور ووصل للوكمان. طبعا يا جيل الترندات والتيك توك والريلز ما تعرفوش يعني ايه ووكمان. ده كان زي الكاسيت بالظبط بس محمول، واللي كان وقتها علامة من علامات الرفاهية. تمشي بسماعتك السلك زي المعلم توليت في كليب أغنية حبيبي ليه. حبيبي ليه تغيب وتسيبيني ولما جه السي دي قلنا عليه تكنولوجيا. ايه ده يا اخواتي، احنا وصلنا لاخر الزمان ولا ايه؟ بس لا، جه الباشا الانترنت وعرفنا ترنداته اللي ملهاش لازمه من وجهه نظري الشخصيه. والله. ومن هنا نفهم ان الكسل هو سبب من الاسباب الرئيسيه اللي يخلي الحاجه تتطور يوم عن يوم. ده من كتر الكسل خلوا في الثلاجات الحديثه واي فاي على اساس ان احنا نعمل داونلود الاكل وكده. يعني زمان كنا بنشقى عشان نفتح التلفزيون، دلوقتي ممكن تزرع شريحة تحت جلدك عشان بس تطلب وجبة بيك ماك. والله كسل كسل. كنت معاكم في الدولاب.